السلام عليكم، ازيكم واهلا بيكم في قناة ونس. النهاردة الفيديو بتاعنا عبارة عن قصص مربكة ومرعبة حصلت لأشخاص أثناء أعياد الكريسماس، والقصص دي قصص غرب مش قصص حصلت لأشخاص هنا عربية يعني. فتابعوا معايا لأن القصص هتعجبكم جدا وهتخليكم متشوقين تعرفوا ايه النهاية. صلوا على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ على طول على أول قصة. قبل بس ببدأ حابة أفكركم متنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك للقناة لأول مرة تشوفوها، متنسوش برضه تدخلوا على القناة التانية تتفرجوا على الفيديوهات اللي فيها، متأكدة إنها هتعجبكم جدا جدا. ويلا بينا نبدأ أول قصة. أول قصة معانا بيحكيها ولد عمره 23 سنة، ما ذكرش هو بيشتغل إيه، ولكن قال إنه في ليلة عيد الميلاد كان شغال لوقت متأخر في اليوم ده، شغال في نيويورك وخلص شغله الساعة 5 مساء، وكان معزوم في بيت عيلته علشان يستمتع باليوم ده ويحتفل بيه مع أهله، ولكن البيت ده كان يبعد عن مكان شغله بساعة واحدة. اليوم ده كان فيه عاصفة ثلجية وبالكاد قدر يوصل لبيت أهله. كانت الساعة حوالي 6 مساء، وصل البيت في أجواء عائلية حلوة، اتعشوا سوا وقضوا اليوم مع بعض، واليوم خلص حوالي الساعة 11 وكل واحد فيهم خلص علشان يروح على بيته، ولكن بيته كان برضه بيبعد عن بيت العائلة بحوالي ساعة. ركب عربيته ولكن بيبص في الأرض لقى إن العاصفة الثلجية والتلج اللي بيتساقط ده ما وقفش لحد ما خلصوا الليلة بتاعتهم، وسمك التلج وصل 60 سنتي في الأرض. أما الشوارع فكانت فاضية تماما، المدينة كانت عبارة عن مدينة أشباح. ليلة عيد كله في بيته بيقضي الوقت مع عيلته، ومفيش حد مجنون مروح تقريبا غيره. والوقت ده من السنة بيكون معروف كده، خصوصا ان في الوقت ده كان فيه عاصفة، فمفيش حد زي ما قلت لكم مجنون يعني هيمشي في العاصفة في الوقت ده الساعة 11 بالليل. المهم بيقول انا ركبت عربيتي واتجهت ناحية البيت، ولما وصلت للطريق الرئيسي كان لازم اخد منعطف. اخدت المنعطف ده وببص من بعيد كده فلقيت عربية راكنة، النور الاحمر بتاعها مضيء، واضح انها راكنة فيها عطل او مشكلة، وصاحب العربية كان واقف بره العربية وبيشاور لصاحبنا ده علشان يقف له. فصاحب القصة بيقول أنا اعتقدت إن هو أكيد فيه مشكلة وحبيت إن أنا أساعده، قلت يمكن يكون معاه حد من أسرته أو أهله ومحتاج فعلا مساعدة. بيقول كنت شخص طيب وقتها، ولكن الطيبة دي انتهت تماما من وقتها. بيقول ركنت عربيتي ولقيت الشخص ده جاي ناحية عربيتي، وفي ثواني ما لحقتش أنا أصلا أطلع من العربية لقيته هو بيفتح لي الباب وبيخرج كأنه بيخرجني من العربية عشان يعني يشوف العطل اللي موجود في عربيته. وسألني سؤال، قال لي هو أنت بتفهم في محركات العربيات؟ قلت له بصراحة أنا ما بفهمش في العربيات، بس لو عايزني أساعدك بأي حاجة هساعدك. فالشخص ده بعدها اتصرف بطريقة غريبة، قال لي طب استنى اقف عند العربية ثواني، ووقفني عند صندوق العربية وفتح صندوق العربية بتاعه، صندوق العربية بتاعته، فتح صندوق العربية بتاعته وسابه وراح ناحية كرسي السواق وفتح الباب وعمل كأنه بياخد حاجة من جوه. صاحب القصة بيقول أنا معرفش هو كان بيعمل إيه بالظبط، لأن الصندوق بتاع العربية لما اتفتح حاجة بالرؤية عني. فبصراحة في الوقت ده شكيت، قلقت، استغربت يعني هو فتح صندوق العربية أو عمل كده ليه. فبيقول خدت ساتر كده من العربية ونحيت راسي شوية تأهبا لأي حاجة مجنونة ممكن تحصل. مفاتش ثواني ولقيت فيه خطوات سريعة جدا جاية ناحيتي، واتضح إنها خطوات الراجل، وهجم عليا فجأة وحاول يدخلني بالقوة جوه صندوق العربية بتاعه، ولكن أنا رد فعلي كان سريع، حجزت باب صندوق العربية من إنه يقفله برجلي وحاولت أخرج في الثواني القليلة اللي قدرت أخرج فيها. حطيت إيدي في جيبي، طلعت مفاتيح الشقة بتاعتي، ولقيت الراجل ده طبعا كان مسكني من رقبتي علشان بيحاول يكتفني ويدخلني غصب عني صندوق العربية تاني. مسكت المفاتيح وبمفتاح الشقة دسيته في رقبته ودافعت عن نفسي وتخلصت من الموقف ده، وسبت الراجل مكانه وركبت عربيتي بسرعة، طلعت على أقرب مكان أقدر أوقف فيه العربية واتصل بالشرطة بسرعة. وبالفعل اتصلت بالشرطة على طول، يمكن ما وقفتش كمان ولا ركنت. وبعدها ركنت في بنزينة قريبة من المكان اللي حصل فيه الحادثة دي. استنيت 10 دقايق، لقيت الشرطة بأضوائها الأحمر والأزرق وصلوا للمكان، مشيت وراهم حكيت لهم اللي حصل كله. الشرطة قبضت على الراجل ده، طلبت له كمان الإسعاف، وكانت دي من أسعد لحظات حياتي. فكرة إني هربت من موقف معرفش كان ممكن يحصل لي إيه وقتها، معرفش الراجل ده كان عايز مني إيه تحديدا، ففكرة النجاة في حد ذاتها ممتعة وسعيدة جدا جدا. وده كان من أسوأ ليالي العيد اللي قضيتها في حياتي. ومن وقتها قررت إن أنا ما أخرجش لوحدي أبدا ليلة العيد ولا أسوق في مكان، ولو أي شخص وقفني في طريق عمري ما هقفله. أكيد طبعا من أسوأ المواقف اللي ممكن تحصل لأي حد، ما أتمناش لأي حد أبدا إنه يحصل له حاجة زي كده.
صاحب القصة الجاية بيقول إن القصة دي حصلت أثناء مراهقتي لما كان عندي 18 سنة، وده سنة 2009 تقريبا. وقتها كنت شغال في هايبر ماركت، واضطريت إن أشتغل لحد وقت متأخر في ليلة عيد الميلاد. وطبعا خلاص عرفنا بقى إن بالليل في ليلة العيد دي عندهم بيكون مفيش حد ماشي في الشارع لوحده تماما، الدنيا فاضية، مفيش شغل، مفيش حد بيخش المحل كتير وهكذا. يعني حسيت بقلق شوية، خصوصا ان انا يعني يعتبر صغير في السن في المكان ده كله لوحدي لحد الساعة 12 بالليل. فبصراحة ليلة مرعبة من اولها وباينة، يعني لدرجة ان انا ما كنتش عايزة امسك الشفت ده، ففكرت ان انا اقدم استقالتي من الشغل خالص. ولكن اهلي يعني رفضوا وقالوا لي يعني معقولة يعني هتعمل كده عشان بس خدت شفت ليلي ليلة العيد؟ يعني يا راجل كمل بلاش هبل. بيقول ان السوبر ماركت اللي كان شغال فيه ده كان بيبعد حوالي 5 اميال عن بيته. بيقول كمان ان السوبر ماركت ده كان في منطقة هادية بعيدة شوية عن الزحمة والدوشة، ولكن في النهار المحل ده بيكون شغال والناس داخلة خارجة فيه. ولكن حوالي الساعة 8 وبعد الساعة 8 الدنيا بتهدى تماما. وبما ان دي كمان كانت ليلة العيد، قلت يمكن شخص بالكتير ولا 2 ممكن يجوا ويدخلوا عليا. قلت خلاص مش مهم يا واد، خد الشفت ده، اديك هتبقى لوحدك وهتبقى ليله هاديه ان شاء الله. الشفت بتاعي ابتدى الساعه 4 العصر تقريبا، ولصدمتي ان في الوقت ده الناس كانت كتيره في المكان. ولكن كما توقعت كل ما الساعات كانت بتعدي كل ما الناس كانت بتهدى والمكان بيفضى اكتر. اللي كان مصبرني على الليله دي كمان ان انا كنت معجب بالبنت اللي كانت شغاله في المركز او منطقه التجميل بتاعه السوبر ماركت ده او الهايبر ماركت ده. كان بالنسبه لي يعني من الساعه 8 للساعه 10 قاعد ساعتين بنتكلم انا وهي، بنتجاذب اطراف الحديث، فالموضوع كان متهون عليا شويه. ولكن للاسف الشفت بتاعها هي كان بيخلص الساعه 10، فمعنى كده ان انا هقعد ساعتين كاملين بكلم نفسي. لما الساعه جت 11 خلاص كنت متحمس بقى، قلت خلاص فاضل ساعه والشفت بتاعي يخلص واخلص من الموال اللي انا فيه ده. كل ده على فكره ما كانش فيه ولا زبون واحد دخل المكان. ولكن فجاه على الساعه 11 لقيت فيه خبط على الشباك بتاع المحل. الخبط ما كانش عالي، ما كانش واضح، وكانه ما كانش عايز يلفت الانتباه قوي. فانا بصيت كده ببطء كده ناحيه الشباك اشوف مين اللي بيخبط ده. بصيت كده لقيت فيه واحد واقف لابس كاب، لابس معطف تقيل، ولابس بنطلون جينز رجله واسعه، ولابس بوت او حذاء اسود اللون. كان بيبصلي مباشره، ولما بصيت في الشباك والراجل بصلي ولاحظ ان انا خلاص شفته وركزت معاه، قرر ان هو يدخل من المدخل بتاع السوبر ماركت. دخل المحل وفضل يبصلي بالجنب كده طول ما هو ماشي لحد ما اختفى في ممر من الممرات بتاعة المحل، واختفى تماما من قدامي وسط الرفوف. وما فاتش 5 دقايق إلا وبعدها سمعت صوت نقر كده خفيف، كأن حد بيعمل كده بصوابعه على كيس أو على علبة، حاجة زي كده. فمشيت أنا وسط الممرات أحاول أشوف الصوت ده جاي منين وإيه مصدره، ولكن فضلت أدور وأشوف ما لقيتش أي حاجة. كنت متأكد إن الصوت ده جاي من الراجل ده أو إن الراجل ده هو المسبب ليه، ولكني مش لاقي الراجل في ولا ممر من الممرات. في نفس الوقت أنا كنت محتاج أدخل الحمام جدا بصراحة. المشكلة الوحيدة إن من ضمن التعليمات اللي عليا إن أنا ما ينفعش أدخل الحمام وأسيب ولا زبون واحد حتى موجود في المكان لوحده، فكان لازم ألاقي الراجل ده وأشوفه عايز يشتري إيه ويمشي عشان أدخل الحمام. فات 10 دقايق تانيين وأنا مش شايف الزبون ده في أي حتة من المحل، مع استمرار سماع النقر ده من وقت للتاني. بس بعد كده ما قدرتش استحمل اكتر من كده بقى، طلعت من المكان اللي انا فيه وبدات انادي وسط الممرات: من فضلك لو سمحت انت هنا، وانا بدور وبسيرش عليه في المكان. ولكن كنت كل ما ادخل ممر من الممرات بلاقي الصوت جاي من الممر اللي بعده، فاروح للممر اللي بعده والاقيه في الممر اللي بعده، وهكذا. كأن الراجل قاعد بيلعب معايا جوه المكان، بيوترني اكتر ما انا متوتر، لحد ما وصلت لممر الحلويات وسمعت صوت الاجراس بتاعت اللي هي الاجراس بتاعت عيد الميلاد دي. سمعتها كأن حد متعمد ان هو يشغلها. طبعا عرفت ان الراجل ده هو السبب، ما هو ما فيش غيري انا وانت موجودين في المكان. حاولت كده ابص بعناية من خلال الرفوف والفراغات اللي موجودة في الرفوف، يمكن اشوفه من ورا الرفوف دي طالما هو بقى عمال بيلعب معايا لعبة استغماية. ولكن للأسف شفت شيء غير متوقع على الإطلاق، شيء غريب ومرعب جدا جدا. وانا ببص كده في الثقوب دي ومركز، لقيت عينين بتبصلي قريبين جدا، بتبص من نفس الثقوب اللي ببص فيها ومركزة بتبص عليا مباشرة. فجأة العيون دي اختفت من قدامي، ولقيت الراجل داخل عليا نفس الممر اللي انا كنت موجود فيه، وطالع منه أصوات غريبة جدا، بيصدر أصوات شبه أصوات طفل
راجل مجنون لسه خارج من مصحة حالا. شيء غريب، بعدها بدأ بشكل غريب جدا يضحك ويتنطط على أطراف صوابعه وهو جاي ناحيتي بطريقة غريبة. الراجل يعني كأنه كده يبان مجنون، فطبعا وترني، خوفني جدا. اضطريت ان انا ابعد عنه واطلع اجري، وهو عمال يجري عليا بطريقته الغريبه وهو بيتنطط بالشكل العجيب ده، لحد ما وصلت لنهايه الممر. وصلت لحد التليفون علشان اطلب يا اما المدير بتاعي يا اما اطلب الشرطه تخلصني من المصيبه اللي عندي دي. بس ببص على الراجل لقيته واقف متجمد مكانه في نهايه الممر. كان بيني وبينه حوالي 6 امتار، ولكن اتحولت نظرات الضحك المرعبه بتاعته دي لنظرات كلها غضب وحقد، بيبص عليا بطريقه كانه عايز يهجم عليا. سبت المكان خالص، طلعت بره وانا بجري وانا مرعوب من منظره. لقيت الراجل اتحول تاني، بدأ يضحك، يصدر الاصوات الغريبه بتاعته دي ويتنطط وهو بيجري ورايا. بصراحه خفت ان انا اروح ناحيه العربيه بتاعتي، خفت لا يهجم عليا يمسكني ولا يعمل فيها حاجه جوه العربيه. ولكن لما لقيته خرج ورايا من المحل، جريت انا دخلت من الباب الخلفي للمحل، قفلت ورايا على طول. بسرعه رحت للباب الامامي وقفلته هو كمان بسرعه. مسكت التليفون واتصلت بالمدير بتاعي وقلت له على اللي بيحصل ده. قلت له انا لازم اسيب المكان ده فورا لان في شخص مجنون ماشي ورايا وبيلاحقني. ولكن اثناء ما انا بتكلم مع المدير سمعت صوت جاي من جوه المحل تاني، نفس صوت النقر اللي سمعته لما الراجل ده كان موجود. سبت التليفون وطلعت اجري بره المحل. وصلت العربيه بتاعتي بسرعه، ركبتها وطلعت اجري. خلال 20 دقيقه كنت واصل بيتي، ومن ساعتها ما دخلتش المكان ده تاني ابدا. ولكن لما وصلت البيت اتصلت بالمدير بتاعي تاني وقلت له انا سبت المكان وما قدرتش ان انا استحمل، انا مش عارف الراجل ده عايز مني ايه، ما اعرفش اصلا اذا كان جن ولا بني ادم ولا ده ايه، بس انا هربت ما قدرتش استحمل. والمدير بتاعي اتصل بالشرطه على طول. ولكن لما الشرطه وصلت ما لقيتش اي حاجه في المكان مسروقه. ولكن المدير بتاعي زعل علشان انا مشيت بالطريقه دي، وانا بصراحه ما كلمتوش تاني. اعتبرت نفسي مفصول. قضيت اليوم ده مع اهلي وحاولت ان انا اتناسى اللي حصل لي اليوم ده. لما تكون موجود في مكان لوحدك، عارف ان انت في حته مقطوعه مفيش فيها اشخاص مفيش فيها ناس، لو حاولت ان انت تستغيث او تطلب اي مساعده مش هتعرف. الموضوع بيبقى مرعب. لو اي موقف صغير حصل لك او اي موقف شفته غريب من شخص قدامك انت وهو قاعدين لوحدكم في مكان مقطوع زي ده، هتحس بالرعب الشديد، هتحس ان انت عايز تهرب باي شكل من الاشكال. فما بالكم بواحد بيتصرف تصرفات مجنونه زي دي. شخص ما سرقش اي حاجه من المحل، ما كانش عايز اي حاجه، هو دخل يوتر الولد اللي شغال في المحل ده ويرعبه بطريقه او باخرى. بصراحه كان ليه كل الحق انه يترعب ويطلع يجري بالطريقه دي. القصه الثالثه بتحكيها واحده بتقول انا عايشه انا وجوزي في منطقه راقيه جدا، ما ذكرتش اسم الولايه، ما ذكرتش المكان، ولكن قالت ان المنطقه دي عباره عن مثلا 4-5 بيوت قريبين من بعض، بينهم مسافه شويه و4-5 بيوت تانيين وهكذا. فانا في بيتي والثلاث-4 بيوت اللي حواليه عارفين بعض، بنود بعض ونتكلم، يعني حتى لو مش بنتكلم مع بعض بشكل مستمر، ولكن على الاقل كل واحد فينا عارف التاني وعارف ظروف التاني كويس. ظروف التاني من حيث هو متزوج، أعزب، بيروح شغله امتى، بيرجع امتى، حاجات زي كده. المهم بتقول ان قبل ليلة العيد بكذا يوم كل بيت فينا بيبدأ يزوق البيت بتاعه من بره ومن جوه. طبعا من بره بنحط كده زي اضواء شبه الحلقات اللي احنا بنعلقها في رمضان عندنا دي، اللي هي الحبال اللي فيها لمض نور بتنور دي. اللمض دي بتنور بطريقة معينة، يا اما بتكون ثابتة يا اما بتتحرك بطريقة معينة معروفة. البيت اللي جنبي كان ساكن فيه راجل أعزب عايش في البيت لوحده، ولا متجوز ولا مخلف ولا حتى عنده صديقة أو رفيقة ولا أي حاجة. الست بتقول إنه قبل كام يوم كده من عيد الميلاد هو علق الأضواء والزينة بتاعته عادي جدا، ولكن لاحظت إنه هو ما خرجش من البيت لمدة 3-4 أيام تقريبا. بصراحة الست دي مش عارفة ليه حشرة نفسها في حياة غيرها، ولكن الحشرية دي هتكون مفيدة لما تسمعوا نهاية القصة. المهم بتقول أنا لاحظت إنه هو ما خرجش من بيته كذا يوم، كعادتي يعني مع جيراني بروح أسأل عليهم وأطمن عليهم. فبعد 3 يوم رحت للراجل ده، خبطت عليه الباب، ولكن مش ده لوحده اللي خلاني ألاحظ وجود حاجة غريبة. اللي خلاني أحس إن في حاجة خطر أو غريبة إن الأضواء بتاعت الزينة اللي معلقها بره كانت بتنور وتطفي بطريقة غريبة، مش الطريقة المعتادة. يعني فرضا الأضواء دي لو بتشتغل تنور وتطفي، فهي بتنور وتطفي مثلا مرتين في الثانية، ولكن الأضواء دي كانت كأنها عمالة تنور ازاي مرة
كل ثانيتين، مره كل ثانيتين، شويه وتقطع، شويه وتبقى غير منتظمه. فقالت لجوزها انا حاسه ان في حاجه غريبه، يمكن الراجل ده حصل له حاجه جوه البيت، ما هو بما ان هو ما خرجش بقاله كذا يوم، وممكن يكون بيستنجد باللي حواليه بان هو ينور ويطفي الانوار دي، يكون مش قادر يتحرك ولا حاجه. انا بفكر ان انا اروح اخبط عليه واسال عليه. جوزها ما منعش، قال لها براحتك. خرجت الست من بيتها وراحت تخبط على جارهم ده. لما خبطت عليه فتح لها عادي جدا، راجل هادي يعني في الاربعينات من عمره كده، بشوش، وشه بشوش، راجل لطيف يعني. فقالت له والله انا حابه ان انا اطمن عليك، انا لاحظت انك بقالك كذا يوم ما خرجتش، في نفس الوقت لاحظت ان الانوار اللي في البيت اللي معلقها بره ديت بتنور بطريقه غريبه، فخفت يكون في حاجه خطر حصلت لك مثلا، فقلت اطمن عليك. الراجل شكرها جدا، قال لها لا والله انا بس عندي دور برد كده، فما رحتش الشغل بتاعي بقالي 3-4 ايام كده، قاعد واخد اجازه يعني. قالت له خلاص انا بس بطمن عليك، كويس ان انت بخير وخلاص. في نفس اللحظه دي اللي المفروض خلاص بتنهي المحادثه اللي بينها وبينه، سمعت صوت صراخ طفل جاي من جوه بيته. الست بتقول انا متاكده انه ما عندوش اولاد، متاكده ان مفيش حد اصلا بيزوره، مفيش حد من اهله كلهم اصلا اللي زاروه قبل كده عندهم اطفال. صوت الطفل ده جاي منين؟ في الوقت ده بتقول انا بصيت لشكله لقيته اتوتر واتخض، كان عايز يخليها تمشي باي طريقه. بتقول انا كان ممكن اساله وقتها هو ايه الصوت اللي جوه ده، انت سمعته؟ ولكن بتقول في حاجه جوايا كده قالت لي اتصرف بذكاء وما اذكرش ان انا سمعت صوت الطفل ده خالص، واسلم عليه وامشي في هدوء تام. بتقول عملت كده، ولما رحت لجوزي حكيت له على اللي حصل، قلت له الراجل ده عنده طفل في بيته، وده شيء غريب جدا، انا متاكده ان هو محتجز طفل في بيته. طبعا جوزها استغرب، قال لها يعني ممكن تكوني سمعتي غلط، ممكن تكون حاجه حصلت، ممكن يكون صوتنا من بره مش من جوه، ممكن يكون صوت التلفزيون، ممكن اي حاجه. قالت له لا، في حاجتين مخليني متاكده ان دي مش حاجه عاديه. اول حاجه هو التوتر اللي ظهر عليه، تاني حاجه الاضواء اللي بتتحرك بطريقه غريبه، بتنور وتطفي بشكل غير منتظم دي، ده اكيد من الطفل اللي جوه بيحاول انه يستنجد باي حد بره. انا هتصل بالشرطه. بالفعل الست اتصلت بالشرطه، ما فاتش وقت كتير الشرطه وصلت على طول. بتقول انا لما اتصلت بالشرطه ما حبيتش ان انا اظهر هويتي، ولكن كنت متاكده ان كده كده يعني صاحب البيت هيعرف ان انا السبب. الشرطه لما وصلت ودخلت البيت فتشت البيت، فعلا لقيت طفل محجوز في القبو. الراجل ده كان خاطف طفل وحجزه عنده في القبو بتاع البيت لمده 4 ايام، والطفل ده كان ذكي كفايه انه يبدا يشغل ويطفي الانوار بطريقه متعمد، بطريقه معينه، علشان يمكن حد يلاحظ من الجيران ويدافع عنه وينجده من اللي هو فيه. وبالفعل نجح في ده. الراجل ده كان محتجز الطفل ده ليه؟ خطفه ليه؟ عمل كده ليه؟ يا ترى هو مريض نفسي ولا لا؟ كل دي اسئله للاسف ما لقاش اجابات. صاحبه القصه بتقول انا ما دورتش ورا القصه دي ولا ورا الحادثه دي، ولا عايزه اعرف هو عمل كده ليه. انا كانت اهم حاجه بالنسبه لي ان الطفل ده الحمد لله رجع لاهله وتم انقاذه، ودي كانت من اغرب الحوادث اللي كشفتها اضواء العيد. وبس، لحد هنا تكون خلصت حلقتنا وخلصت القصص بتاعتنا. لو عجبتكم الحلقه متنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك. لو وصلتوا لحد هنا شكرا من قلبي ليكم. استنوا فيديو جديد وحلقه جديده. سلام.